اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده صخر الدفاع الاهلي الجديد النجم المغربي اشرف داري، واللي قال عنه جمهور الوداد المغربي انه خاين علشان هيرتدي قميص النادي الاهلي وليس قميص الوداد المغربي. بكل امانه لو انت كمشجع للنادي الاهلي مكان جمهور فريق الوداد المغربي لازم تتحصل على هذه الجوهره اللي مش موجود منها كتير في قاره افريقيا باكملها. طبعا انت اكيد مستغرب هو ليه اشرف داري هيسيب اوروبا ودوري بحجم الدوري الفرنسي ويرجع افريقيا من بوابه النادي الاهلي، لان باختصار النادي الاهلي فريق اوروبي موجود بالخطأ في قاره افريقيا. ويحيى عطيه الله بيلعب دور بارز في هذه الصفقه بالاضافه لابننا رضا سليم ايضا. اشرف داري قبل ما اكلمك عن مسيرته الكرويه في الملاعب حابب اذكر لك وابرز لك مميزاته. لاعب تقدر توصفه بالمهاري والموهوب والشرس وصاحب شخصيه قويه على ارضيه الميدان وشرس وعنيف في الالتحامات الارضيه والهوائيه. عايزك تركز معايا كده في اللقطه دي. رغم ان مهاجم الخصم السابق اشرف داري منفرد بالمرمى، ومع ذلك داري بسرعته وذكائه عمل تاكلينج خرافي وطلع الكوره بكل ذكاء وعبقريه. بالمناسبه عملها اكثر من مره، وكمان بيطلع بالكوره بشكل جيد، بيسلم من رجل لرجل بشكل اكثر من رائع، والقوه البدنيه عنده ما شاء الله عاليه للغايه. مدافع سوبر وكاريزما وستايل لعب ويفكرني كده بلاعب ريال مدريد السابق سيرجيو راموس. كان عنيف في التدخلات وقطع الكرات بدون ارتكاب اي اخطاء. ده بكل تاكيد المطلوب في النادي الاهلي لتعويض غياب الصخره محمد عبد المنعم. تعال اكلمك بقى عن مسيره اشرف داري الكرويه منذ بدايته في ملاعب كره القدم. اشرف داري يعتبر من مواليد 1999، يعني عمره في التوقيت الحالي 25 عام. طوله متر 90 سم. قيمته التسويقيه حاليا على الترانسفير ماركت واللي هتكلف النادي الاهلي 2 مليون يورو. بدا مسيرته الكرويه مع فريق الوداد المغربي في قطاعات الناشئين، يعني ابن من ابناء النادي، وتم تصعيده لفريق الشباب في عام 2016، وبعد كده تم تصعيده للفريق الاول في عام 2018 حتى عام 2022، وقدم مواسم خرافيه مع فريق الوداد المغربي وساهم معاهم للوصول لنهائي افريقيا عام 2019، وكذلك فاز معاهم ببطوله افريقيا في عام 2022 على حساب النادي الاهلي. شارك مع فريق الوداد المغربي وخاض معاهم 140 مباراه، قدر يسجل 11 هدف ويصنع هدف اخر. وبعد ما تألق في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب اسود الاطلس، وبالتحديد في مباراه البرتغال وتحجيمه لكريستيانو رونالدو، واللقطه اللي انتم شايفينها امام حضراتكم هو بيواسي افضل لاعب في العالم، وكذلك كان محجم اللعب في مباراه منتخب فرنسا على كيليان امبابي، وكان سجل هدف في مرمى المنتخب الكرواتي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع بالفعل. وبعد كده جاله عرض من فريق بريست الفرنسي وانتقل لهذا النادي مقابل 2 مليون و700 ألف يورو. لعب معاهم حتى الآن 24 مباراة، قدر يسجل هدف ويصنع هدف آخر. وفي الإعارة اللي طلع مع فريق رويال البلجيكي لعب معاهم 9 مباريات، قدر يسجل 3 أهداف. مش قلت لك من شويه ان اشرف داري هداف بالفطره حرفيا؟ بيفكرني تلقائيا بمحمد عبد المنعم، لما بيزيد في الناحيه الهجوميه بيسجل اهداف خرافيه وحاسمه. لعب مع منتخب اسود الاطلس حتى الان 25 مباراه، قدر يسجل 3 أهداف. طوال مسيرته الكرويه في الملاعب لعب 173 مباراه، قدر يسجل 15 هدف ويساهم بهدفين اخرين. علشان كده جمهور الوداد المغربي كان يتمنى ان اشرف داري يرجع قاره افريقيا مره اخرى من بوابه فريق الوداد المغربي وليس من بوابه النادي الاهلي. فوصفوه بالخاين بعد ما وكيله طلع صرح للاعلام المصري ان المفاوضات متقدمه للغايه مع النادي الاهلي. لاعب بكل امانه تقيل وخير بديل لمحمد عبد المنعم مع المدافع القطري والمصري الجنسيه يوسف ايمن. شابوه للنادي الاهلي ومجلس ادارته وكذلك مارسيل كولر لانهم قدروا يعوضوا رحيل محمد عبد المنعم باكثر من بديل قبل فوات الاوان وبدايه الموسم الجديد. اكثر ميزه بتعجبني في اشرف داري انه ما بيعتمدش اسامي، بيخش ينقض على المهاجمين ويقطع الكوره بكل معلمه واحترافيه بدون ارتكاب اي اخطاء. بيفكرني تلقائيا ايضا باكرم توفيق وتدخلاته اللي كلها رجوله. لاعب بكل هذه المواصفات بكل تاكيد هيمثل اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في الموسم القادم. في نهايه المطاف ما تنساش تقول لي رايك كمشجع للنادي الاهلي في المدافع المغربي ولاعب النادي الاهلي الجديد اشرف داري.